لما الصيف يبدأ عندي لازم أعمل الفراخ بالطريقة دي. أكلة سهلة وسريعة وما بتاخدش أي وقت وكل الناس بتحبها. الأكلة كلها ما بتاخدش نص ساعة وكلها في طاسة واحدة. بتتقدم بقى مع رز أبيض أو مكرونة وبالهنا والشفا. كل اللي هنحتاجه شرايح صدور من الفراخ متقطعة رفيع مش تخين، متبلاها بشوية بهارات بس وروزماري فريش، وممكن تستغنوا عن الحاجة اللي مش موجودة عندكم. وطلعتها من الفريزر، أنا أساسا عيناها بالتتبيلة بتاعتها في الفريزر عشان تسهل عليا أي حاجة. وممكن كمان تستخدموا فراخ لسه جايبينها عادي. الطريقة دي من أسهل وأحلى الطرق اللي ممكن تعملوا بيها صدور الفراخ. كفاية بقى بانيه مقلي وكفاية زيوت. عايزة أقول لكم الطريقة والوصفة دي خفيفة جدا جدا جدا. ممكن تستبدلوا الحاجات، يعني كريمة مثلا، سمنة بلدي، معرفش ايه، استبدلوها بحاجات صحية أكتر. زيت زيتون مثلا، مش هنستخدم كريمة، ممكن نستخدم شوية لبن صغيرين. فعايزة أقول لكم الوصفة دي صحية بطريقة تحفة وسريعة جدا كمان، متاخدش وقت زي ما قلت لكم. كل المقادير والمكونات وكل التفاصيل هكتبها لكم تحت الفيديو، ما تقلقوش خالص. حاجة كمان، حوار ان انا بتبل الفراخ واسيبها في الفريزر عندي، ده بيسهل عليا كل حاجة. ببقى مقسماهم في علب زي ما انتوا شايفين كده، على قد الوجبة وعلى قد الكمية اللي انا هطبخها في اليوم ده. وعايزة اقول لكم بطلعها قبلها بليلة في التلاجة، وما بسيبهاش تفك بره، ما بسيبهاش تفك على الرخامه، ده غلط جدا. بسيبها قبلها بليله، بطلعها قبلها بليله في التلاجة. وعايزه اقول لكم تاني يوم لما باجي اطلع الفراخ عشان اعملها، خلاص بتبقى فكت وفي نفس درجه الحراره اللي هي البروده. في نفس الطاسه نزلت عليهم ببصلايه وسط مفرومه ناعم ومعلقه صغيره خالص من الثوم. اول ما البصل والثوم بداوا يتشوحوا نزلت عليهم مشروم، انا ده مخزناه عندي في الفريزر، وقلبتهم وحطيت كوبايه كبيره من الشوربه او المرقه. وجبت بقى نص كوباية مية صغيرة خالص، دوبت فيهم معلقة واحدة صغيرة من النشا عشان تدي قوام حلو للصوص بتاعنا. واول ما نزلت النشا قلبت كويس قوي عشان ما يكلكعش، والميه كانت بارده مش ميه سخنه. تمام. عايزه اقول لكم دي غلطه ناس كتير قوي بتقع فيها، ان احنا لما بنيجي نزود النشا بيحطوا ميه سخنه ويقولك لا ده الاكله باظت والاكله كلكعت ومعرفش ايه. النشا لازم ندوبه في ميه ساقعه، ميه من الحنفيه يعني، او ميه من الفلتر، يعني ميه في بدرجه حراره الغرفه. تمام. اللي ممكن ندوبه في حاجه سخنه ويدوب ويبقى كويس معايا هو الدقيق. فناس كتير بتخلط الموضوعين ببعض ويقولوا الأكلة باظت. فمجرد زي ما قلت لكم، ما بحط النشا وادوبه كويس قوي الاول في الميه، انزل النشا، افضل اقلب زي ما انتم شايفين كده بالظبط عشان ما يحصلش تكتلات ولا كلكعه. لون الصوص في الاول هتلاقوه، هتحسوه ان هو لونه بقى فاتح ويعني مبيض شويه مكان النشا، بس مجرد ما النشا يستوي هيرجع لون الصوص بتاعكم زي ما هو. بعد ما الصوص بدأ يتقل معايا زودت نص كوبايه من الكريمه، او ممكن تزودوا نص كوبايه من اللبن، عليها معلقتين قشطه حلوين عشان تديكوا نفس الطعم والقوام الغني بتاع الكريمه. رجعت الفراخ تاني بقى في الصوص بتاعنا، سبتها تغلي غلوة واحدة بس، وبعدين طفيت قدمتها مع رز أبيض وبالهنا والشفا. لازم تجربوها، كل المقادير هكتبها لكم تحت. نصيحة أخيرة بقى، ما تسيبوش الفراخ تغلي كتير قوي في الصوص عشان الكريمة ما تقطعش معاكم. عايزة أقول لكم الفراخ بتبقى مستوية أصلا في التشويح، ومجرد ما انتوا بتحطوها في الصوص بتاخد درجة حرارة الصوص تاني وبتغلي معاه غلوتين، فبتكمل تسويتها. عشان كده في الأول خالص قلتلكوا بلاش تقطعوا الفراخ قطع سميكة، قطعوها شرايح رفيعة، بتبقى أحسن وتستوي أسرع. وعايزة أقولكم ما بتاخدش أي وقت ولا أي مجهود. أنا بنزل هنا كل الصوص اللي نازل مكان التشويح وشوي الفراخ، عشان هو ده اللي بيديني طعم حلو كمان في الصوص بتاعي. الأكلة دي ناس كتير بتسميها فراخ بالكريمة والمشروم بيكاتا، ممكن تسموها اللي انتوا عايزينه، بس عايزة اقول لكم ان انتوا لازم تجربوها. مش مهم الاسم خالص، المهم ان انتوا تجربوها. بجد بجد تحفة. وخلوا الصوص خفيف كده، ما تخلوهوش ان هو تقيل زي البشاميل، لا هو بيبقى صوص خفيف. وعايزة اقول لكم لو قدمتوها مع بطاطس مهروسة او مكرونة مسلوقة، مش قادرة اقول لكم بتبقى تحفة ازاي. جربوها بس وبعتولي قولولي رأيكم. باي.